نفسي نص اللي هيشوفوا الفيديو ده على الاقل يشيلوا اشتراكهم من على القناه وما يجوش تاني، ومش عشان وقتك بيضيع ومصلحتك والكلام ده، لا، عشان مصلحتي انا. من 3 4 سنين كده عملت القناه دي راجل مش مان. باين قوي من اسم القناه هي بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن ازاي تبقى راجل. بنناقش كل حاجه تخص الذكور في اللبس والشخصيه والعلاقات والدقن والعضلات واي حاجه تهم الرجاله. وبالفعل ده كان المحتوى لفتره طويله. بنزل فيديوهات للرجاله بيشوفها الرجاله، وعدد المشاهدات على اي فيديو كان نفس عدد السبسكرايبرز او اكتر. من سنه سنتين كده كان موسم ثانويه عامه، فاضل 3 شهور على الامتحانات، وشايف طلبه كتير بتتمرقع، فقلت اعمل فيديو موجه للطلبه دول. اتكلمت في الفيديو عن تجربتي مع ثانويه عامه واديت كام نصيحه للطلبه. الفيديو ضرب واحد من اعلى فيديوهات القناه، 500,000 فيو، وجي من وراه اكتر من 40,000 سبسكرايبر. طبعا دي حاجه ايجابيه ونجاح كبير وفتحه خير على القناه زي ما بيقولوا، صح؟ غلط. الفيديو وصل لفئه غير الفئه المستهدفه من القناه، ناس اهتمامها الاساسي بالدراسه والمذاكره، ومنهم كمان بنات كتير. كل دول عملوا اشتراك في القناه، ودي كانت اول خبطه. جمهور مختلف يعني ذوق مختلف، يعني عايزين فيديوهات مختلفه. بدل ما كان الطبيعي لما انزل بوست اقول فيه عايز الفيديو الجاي يبقى عن ايه، الاقي الناس بتطلب فيديوهات عن اللبس او الشخصيه او حاجات تهم الرجاله. بقيت الاقي الكومنتات عايزين فيديو عن المذاكره، عايز فيديو عن طريقه تنظيم الوقت، عايزين فيديو عن ثانويه عامه. ومع ان ده مش محتوى القناه، الا ان انا الحمد لله فاهم شويه فيه وبحب اتكلم في الموضوع، فعملت سلسله المذاكره، ودي كانت الخبطه الثانيه. مشاهدات اكتر، مشتركين اكتر، جمهور القناه زاد، او على الاقل ده اللي انا كنت فاكره. الحقيقه ان اللي زادوا هم جمهور محتوى غير اللي انا بقدمه، ناس عايزه تتفرج على فيديوهات غير اللي انا بعملها. والنتيجه كانت ان لما انزل فيديو عن موضوع مش رئيسي في القناه زي ازاي تحفظ دروسك بسرعه، الاقي الفيديو جايب مشاهدات كتير. ولما انزل فيديو في صميم محتوى القناه زي ازاي تحلق دقنك او صفات لازم تكون موجوده في اي راجل، يوتيوب بيبعت الفيديو للناس اللي عامله سبسكرايب، كتير منهم بنات، كتير ناس مش مهتمه بالمحتوى، ناس داخله تعرف ازاي تذاكر وازاي تنظم وقتها. فيوتيوب بيقول الراجل ده عنده 150,000 سبسكرايبر، كل ما ابعت الفيديو لحد ما بيفتحوش، واضح ان الراجل ده شكله ما بقاش يعمل فيديوهات كويسه، فيبدا ما يبعتش الفيديوهات بتاعتي حتى للمتابعين الاصليين اللي جايين اساسا عشان يتفرجوا على الفيديوهات دي. والنتيجه هي اللي انت شايفه دلوقتي، سبسكرايبرز كتير بفيوهات قليله، اقل كمان من لما كان عندي 20 او 30,000 سبسكرايبر. الكلام ده منعكس على احصائيات القناه المختلفه، زي نسبه الميل للفيميل في المتابعين. ازاي قناه موجهه للرجاله يبقى نسبه المشاهدين البنات او الستات فيها اكتر من 30% في اي وقت؟ مش منطقي. وده ادى اني بقيت اشوف كومنتات غريبه على اي فيديو. ممكن فيديو فيه حته عن الرياضه يطلع مشهد ليا وانا لابس فانلة كات مثلا، الاقي كومنت يا ريت شويه احتشام عشان في بنات بتتفرج، هو ليه كل الفيديوهات للرجاله مفيش حاجه للبنات؟ القناه اسمها راجل مش مان. عشان كده انا عايز اطلب منك طلب، هقول لك على شويه مواضيع هتكلم عنها على القناه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. لو شايف ان مفيش احتماليه انك تتفرج على اي فيديو منهم، يبقى غالبا القناه دي مش ليك، وهبقى شاكر جدا لو عملت ان سبسكرايب. ازاي تبطل اباحيه وعاده سريه، الدليل الشامل لزياده تركيز هرمون الذكوره او التستوستيرون في الجسم، انواع موس الحلاقه المختلفه وازاي تختار المناسب ليك، ازاي تروق على حماده. بهزر؟ لا مش بهزر. ايه المشكله؟ هو في راجل بيتفرج عليا دلوقتي مش مهتم بالموضوع ده؟ لو المواضيع دي مش مهمه بالنسبه لك، هي ومواضيع زي ازاي تلبس كراجل، ازاي تظبط شعرك كراجل، ازاي تظبط دقنك اكيد كراجل، ازاي تخلي شخصيتك مناسبه لكونك راجل، يبقى المحتوى ده مش ليك. بعد اذنك اعمل ان سبسكرايب. مع كامل تقديري لشخصك المحترم، بس انت جاي هنا بالغلط، في سوء تفاهم. كده حلينا اول مشكله. يطلع لنا مشكله ثانيه، وهي اني لسه عايز اتكلم عن باقي المواضيع. عايز اتكلم عن المذاكره وازاي بنظم وقتي وازاي تبقى منجز في يومك، ازاي تزود انتاجيتك، والمواضيع اللي مش مهمه للرجاله بس. لكن مش عايز اعمل ده هنا عشان ما اكررش نفس الغلط، فقررت اني هعمل تشانل تانية خاصه بمحتوى الانتاجيه والمذاكره وتنظيم الوقت وكل المواضيع دي. وهعمل حاجه كان نفسي اعملها من زمان ان شاء الله، وهي ملخصات الكتب بشكل عملي. الكتب عشان الناس اللي بتزعل، ان اديك الاكشن ستيبس اللي ممكن تطبقها. عصاره الفايده بتاعت كتاب فرق معايا، وشايف انه ممكن يفرق معاك انت كمان. لو مهتم بالمحتوى ده، يبقى بعد اذنك انزل لوصف الفيديو هتلاقي اول لينك للقناه الجديده، ادخل اعمل سبسكرايب، وطبعا شغل جرس التنبيهات لو مهتم تتفرج على فيديوهات عن المذاكره وتنظيم الوقت والانتاجيه الخ الخ. شكرا لكل حد اتفرج على الفيديو الشخصي ده اللي مش بيفيدك في حاجه، واسف اني خدت من وقتك. القناه الجديده ظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه، لو مش مكتوب قدامك ذكر في البطاقه او مش مهتم بالمواضيع بتاعه القناه دي، بعد اذنك اعمل ان سبسكرايب وادخل على القناه الجديده. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.